هذا مقطع لأحد السفهاء اللي راكبين معانا في سفينة الوطن، السفينة اللي حنا كلنا راكبين فيها. هذا يحاول يخرم هذه السفينة، يريد أن يغرقنا، يريد أن نهلك بمثل تصرفاته وأمثاله. إن لم نأخذ على يد مثل هذا السفيه وأمثاله غرقت بنا هذه السفينة كما غرقت بمن كان قبلنا. جعل الله لنا في من كان قبلنا عبرة وعظة، ويأتي مثل هذا السفيه بمثل هذا التصرف ليجعل من مثل هذا التصرف يجعل منا كلنا حنا اللي راكبين في السفينة عبرة وعظة لغيرنا. مملكة سبأ جيراننا، اليمن قريب منا، ذكرهم الله في القرآن الكريم وجعلهم لنا عبرة. كانوا يقولون ربنا باعد بين أسفارنا من النعمة اللي كانوا فيها، ظل الشجر ممتد والتراب ما تشوفه. الجماعة يقولون نبغى نحس إن نسافر من النعمة اللي كانوا فيها. ربنا باعد بين أسفارنا، النعمة اللي تخلي الواحد يوصل إلى درجة إنه يقول يا ربي أنا أبغى أصير فقير. وصلوا لها سبأ، وصلوا لها وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فجعلهم الله أحاديث مزقهم كل ممزق، مزقهم كل ممزق، وجعلهم آية وعبرة تقرأ علينا في القرآن الكريم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، آية جنتان عن يمين وشمال. الله سبحانه يقول لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، بالشكر تدوم النعم. فأعرضوا فماذا فعل الله بهم؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم اللي كانت عن يمين وشمال، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يا جماعة، ضرب الله لنا الكثير من الأمثلة في القرآن عمن جعلهم لغيرهم عبرة. لنا ضرب لنا هذه الأمثلة حتى لا نكون نحن لغيرنا عبرة. ضرب الله لنا مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كما نحن الآن آمنون مطمئنون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان مثل ما يأتينا هنا رزقنا رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. وش كان جزاءها؟ فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. الحفاظ على الأمن يقتضي المحافظة على النعمة، الأخذ على يد السفهاء الذين يكفرون بمثل هذه النعمة، الذين يريدون خرق سفينة الوطن اللي حنا كلنا راكبين عليها. هذولا لا يقلون خطرا عن الإرهابيين والمتطرفين اللي يهددون أمن البلد، بل هم أخطر لأنهم مستترين ويحظون بالشرعية من قبلنا إحنا اللي جالسين ساكتين. أنا أدعو من خلال هذا المنبر معالي النائب العام النيابة العامة، نظام المرافعات الشرعية ما أتاح لنا كمواطنين أن نرفع دعاوى عسبة على مثل هؤلاء الأشخاص الذين يريدون الإساءة لهذا البلد وهز استقراره وأمنه من خلال الكفر بهذه النعم. أنا أدعو معالي النائب العام مثلما تصدت النيابة العامة في الآونة الأخيرة لرفع الدعاوى العامة بحق بعض المتجاوزين في بعض الأمور اللي أنا أشوفها تافهة بالنسبة لمثل هذه الأمور، أدعو معالي النائب العام إلى أن تتصدى النيابة العامة لدورها في إقامة الدعاوى العامة بمواجهة مثل هؤلاء. تقم الجهات المختصة بما يتعين عليها القيام به تجاه ذلك، وإن لم نقم نحن كمجتمع بإنكار مثل هذه التصرفات وعدم إضفاء المشروعية عليها
وإنكارها في المجامع العامة والخاصة، فإن مصيرنا هو مصير من كان قبلنا ممن كفر بنعمة الله فأبدله الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظروا للعالم من حولكم، يتخطف الناس من حولنا أمام أعيننا، نراهم كيف يموتون قهرا، كيف يموتون ظلما، كيف يموتون فقرا. في بيروت زمان، اللي يذكرون بيروت زمان قبل الحرب الأهلية، وصل الكفر بالنعمة في بيروت زمان أنهم كانوا يلمعون الجزم بالجبنة، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا جماعة حافظوا على أمن هالبلد، حافظوا على أمن هالبلد، أنكروا على السفهاء الذين يفعلون مثل هذه الأفعال. الإنكار من شأنه أن يرحمنا الله وأن يحفظنا وأن يديم نعمته علينا، والسكوت من شأنه إهلاكنا، وإن كان فينا من يشكر وإن كان فينا الصالحون. أنا النذير العريان، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.